السلام عليكم الناس الكل. الفيديو اللي حكيت فيه على ماتش تونس والمغرب عمل ردود فعل كبيرة برشا من مغاربة توانسة وجزائريين. بصراحة تفاجأت بكمية التعليقات وقلت لازم نوضح حاجتين. الفيديو اولا ما كانش باش نقلل من قيمة حتى منتخب، انا حكيت على لقطة واضحة حكم مالي قرارات تثير الجدل، وقلت رأيي كمحلل مش كمشجع، وقلت نحب نشوفوا تحكيم عادل والملعب صافي، والناس اللي تفهم كورة عارفة أنه تحليل الماتش ما يعنيش عداوة أو تقليل. ثانيا أنا كزينهو مغاربة توانسة جزائريين الكلنا إخوة، نكونوا صريحين، الظلم التحكيمي ما نجموش نغطيو عليه. وقت يكون على تونس نحكيو عليه، وقت يكون على المغرب نحكيو عليه، وقت يكون على الجزائر كيف نحكيو كورة مش معركة. فرقتنا الكورة أما مش التاريخ مش الجغرافيا، نفس الدين نفس اللغة نفس القيم، والكرة 90 دقيقة يوفى كل شيء. احسن لاعب عندكم في تونس ايمن عبد النور. ايوه مرحبا، بارك الله فيك خويا. والله الهديه الثانيه هذه ماشي انا، الشعب المغربي اللي غيعطيك هذه الهديه هذه كامله. الشعب المغربي ميرسي بوكو، ديال عايشكم الشعب المغربي. ميرسي بوكو، خويا ميرسي بوكو خويا، عايش خويا. الله يرضيك. مرحبا هاني خويا، ميرسي بوكو. ان شاء الله فيكتوار. خليكم مع النشيد الوطني المغربي. والآن النشيد الوطني التونسي. في الختام، كرة القدم خلقت لتقرب الشعوب وليس للفتنة والتفرقة. خلينا نكونوا واعيين، خلينا نكونوا فايقين وناخذوا العبرة من أوروبا.